مصر في عصر الخلافة الإسلامية الذي بدأ بفتحها على يد عمرو بن العاص عام 641 ميلادية، كانت مزيجاً من التأثيرات العربية والإسلامية مع بقايا الحضارة القبطية والرومانية، وقد اختلفت ملامحها عبر العصور الإسلامية، بدءاً من الخلافة الراشدة مروراً بالأموية والعباسية، وصولاً إلى الفاطميين والأيوبيين والمماليك. وإليك لمحة مفصلة عن شكل مصر في ذلك الوقت. العمارة والتخطيط المديني. كانت الفسطاط أول عاصمة إسلامية لمصر، وقد أسسها عمرو بن العاص، وكانت مدينة ذات طابع عربي تتكون من منازل بسيطة وشوارع ضيقة ومساجد مثل جامع عمرو بن العاص. في العصر العباسي والطولوني بنيت مدن جديدة مثل العسكر والقطائع، وكانت مركزاً للحكم والجنود. أما في العصر الفاطمي وفي عام 969 ميلادية، أسس المعز لدين الله الفاطمي مدينة القاهرة، وأصبحت مركزاً فخماً يضم القصور والمساجد الكبرى مثل الجامع الأزهر. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي تصلكم أحدث المقاطع، واكتبوا آراءكم في التعليقات، فآراؤكم تهمنا جدا. الملابس والمظهر. كان عامة المصريين يرتدون الجلابيب الفضفاضة والعمايم للرجال، والنقاب أو الخمار للنساء. أما الطبقة الحاكمة والجنود فكانوا يتميزون بأزياء أكثر فخامة، خصوصاً في العصور الفاطمية والمملوكية، حيث كانت الملابس مزينة بالحرير والمطرزات الذهبية. الأسواق والتجارة. كانت مصر مركزاً تجارياً مهماً، حيث انتشرت الأسواق مثل سوق الفسطاط، وكانت تعج بالحرير والتوابل والبخور والأقمشة. كان نهر النيل شريان الحياة، واستخدم في النقل والتجارة، وازدهرت صناعة السفن والتجارة الداخلية والخارجية. وبهذا يتضح أن مصر في عصر الخلافة الإسلامية كانت زاخرة بالثقافة والعلم والتجارة، وكانت قوة اقتصادية وحضارية مهمة في العالم الإسلامي.